أغنية الشامي تحت سابع أرض انتشرت بكثرة، وبلشت الشيوخ تحكي على هالأغنية. لكن أشلك الشيوخ ما لقيتوا غير الشامي تحكوا عليه؟ إيه في 1000 مطرب، ليش عم تحكوا بس على الشامي؟ ما عندكم غير الشامي تنتقدوه يا شيوخ؟ بدكم ترندات يعني؟ ما لكم حق يا أخي، ما لكم حق خالص خالص. بدي أقول لكم مثل ما علمنا الفنان العظيم الشامي، مثل ما علمنا الفنان العظيم الشامي: حبوا حنان، حبوا حنان. ايوه حبوا حنان، حبوا حنان اللي تخلع رقبتك ورقبه الشامي، حبوا حنان اللي تنكت فشفاشتك وفشفاشة الشامي، حبوا حنان. مو مانك شاطر غير على الشيخ، بس تتكلم تصير تحكي عليه، بس الشيخ تكلم كلمه الحق بتصير تحكي عليه. مانك شاطر غير على الشيخ. كل فنان كل مطرب بدنا نحكي عليه، كل مغني بدنا نحكي عليه. نعم مانك اخو مراقنا خالص، ترى انا قبعت معي على خالص يا شباب، لانه ما بيحكوا غير على المشايخ. بس المشيخ انتقد فنان او مطرب او مغني بتلاقيه هيك السهام عليه. ليش طيب؟ ليش؟ نحن مسلمين موحدين ونقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ما بتعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير الخمر والمعازف؟ فكيف يا حبيبي انت عم تستحل هالامور هاي؟ كيف عم تسمع لهالامور هاي؟ ما بيجوز يا اخي، بارك الله فيك. اتقوا الله يا شباب، اتقوا الله في مناشيركم، اتقوا الله في هذه التعليقات، اتقوا الله. لازم انت بالعكس، الشيخ تكلم انتقد لازم تأيدوا تناصروا، تكون مثل سيدنا حمزه امام الرسول اللي نصروا الرسول، ما تكون مثل ابو لهب. الله يبارك فيك يا اخي. اخوكم ومحبكم في الله محمد ابو الشيخ. شارك هذا الفيديو على اوسع نطاق، فالدل على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.